بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا النهارده بقى رجعنا لكم بفيديو جديد. احلى ناس في الدنيا، احلى متابعين. طبعا بقى لي يوم ما نزلتش فيديو، يومين تمام. اللهم صل على النبي. طبعا بقى زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتي، الديك طبعا مات، ديك الشركسي اللي كان جاي لي هديه. طبعا انا مصور لكم تشوفوا الصوره من الفيديو بتاعه. انا جيت طلعت لهم الصبح، رميت لهم اكل وكده يعني، ودي تاني مره اطلع لهم بقى تمام. طبعا النهارده هنتكلم يا جماعه عن العلف، ارخص علف يعني للفراخ وكده تمام. طبعا هم لسه اصلا هم جعانين عشان ما بقالهم كتير بقالهم من صباحيه ربنا ما خلوش. طبعا حتى الرومي يا جماعه الحمد لله بيتكتك خلاص، هيقرب يبيض يعني اليومين الجايين هيبقى عندنا انتاج. طبعا يا جماعه اهو هقول لكم مكوناته اهي. طبعا البطايه واقفه اهي، هنشوفها هنجسها يا جماعه. لسه يا جماعه طبعا بنمسك البطايه كده اهو بس تمام، بنمسكها كده اهو ونروح قلبينها كده تمام. شايفين يا جماعه بقى انتوا السبعه، انا هحاول ان انا اعملها لكم برجلي تمام. اهي بصوا ده يا جماعه، شوفوا الحته دي يا جماعه اهي كده. انا بجس البحايه البطايه كده يا جماعه، هي قافله تمام كده، هي قافله صباع واحد تمام. هي يا جماعه كانت فاتحه، هي كانت فاتحه وقفلت تاني. العلف ده يا جماعه اللهم صل على النبي، دي بطاطا بتاع ده جزر. طبعا زي ما انتم شايفين. طبعا انا حطيت عليها شيشه، كان عندي شويه دي شيشه تحت حطيتها لهم تمام. طبعا دي مكونه من جزر جزر جرجير تمام. جرجير يا جماعه بيرفع نسبه الخصوبه، عشان كله يبقى عنده علم. الجرجير بيرفع نسبه الخصوبه. انت يا جماعه الجرجير حتى لو حطيت ميه الجرجير بترفع نسبه الخصوبه تمام. طبعا هي الفرخه يا جماعه البطايه عايزه تطري يا جماعه، فهي تفتكر ان انا تفتكر ان في دكر ماسكها وكده تمام. ان هي طبعا يا جماعه الدكر اللي كان معاك كان دكر خنته، فما كانش بيتطرق زي ما انتوا شايفين. طبعا هي هتشوف الاكل هتجري عليه على طول تمام. طبعا احنا مش هنحط الاكل في مكان واحد، هنحط لهم في دي ودي. برضه الفراخ تجي هنا وهنا. طب هو مات من قد الديك يا جماعه. الديك كان متعور بسبب الديك الاحمر الصغير ده، عوره تمام. فعشان كده الديك مات، فضل يضرب فيه لحد ما مات تمام. طبعا الفراخ هنا بقى هنفتح عليها وهنرجع لكم تاني. خليكم معايا ثانية واحدة. هحاول بس اقرب اللمبة دي هنا عشان اشوف، عشان مش شايف اصلا. طبعا زي ما انتوا شايفين يا جماعة الرومي والفراخ اهي، دي اصلا الفراخ بتتكتك. طب كده لا الف هنا وشوفها. طبعا في شوية كمان. طبعا هي في فوقتين في القفص ولا مفاجأة اهي. ادي بيضة انا كنت شايف ان هي بطلة. طبعا البيضة اهي، بس بيضة صغيرة بس عادي. طبعا هم بياكلوا.
طبعا الرومية دي لسه برضه قافلة. طبعا يا جماعة الرومية بيتجس برضه كده. الرومية دي فاتحة يا جماعة صباعين. تمام. هنشوف برضه اختها البيضة. ده اختها البيضة يا جماعة، صباع واحد صباع واحد. تمام. طبعا كده يا جماعة زي ما انتوا شفتوا كده بقى، سيبناهم دول ياكلوا بقى كده، نقفل عليهم. هما طبعا هما شايفين الاكل كده. تمام. وكده يا جماعة بنحضر بقى للموسم بتاع البدوهات. تمام. انا عايز يا جماعة حاجة من البدوهات يكلمني. تمام. موجود متاح، اللهم صل على النبي، 3 ديوك و6 فراخ. تمام. 5 فراخ يا جماعة مش 6، 5 فراخ بياض. تمام. ال5 ما شاء الله يعني حلوين. اللي عايز ياخد اللي هياخد هو هيتوفر مع كل ديك فرخة وفرختين. تمام. طبعا انا الديك الاحمر ده انا سايبه بس لحد اما يفوق. هتعمل معاه الديك الاحمر ده يا جماعه، خليه مع الفرخه السودا دي والفرخه السودا التانية اللي بتبيض. تمام. والديك اللي هو كان جاي مع الفرخه دي هو بيكسر وكل حاجه، هسيبه مع الفرختين اللي الشاشه بتاعتهم دي. ده طبعا علف رخيص يا جماعه، توفير بديل للعلف، بديل لكل حاجه. طبعا مفيش برسيم النهارده، ان بتاع البرسيم رماش. تمام. بتاع البرسيم رماش لينا. طبعا مش عارف الفراخ مش راضيه تبيض ليه. طبعا انا هفتح لها الخن دي عشان هما مفكرين ان الخن ده مقفول كده. الخن ده يا جماعه كده انا فتحته له، ما هو معطل خالص، يكون يرزقنا خير. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، البطايه دي لسه هنجيب لها ذكر. تمام. وان شاء الله كده يكون خير كده من عندك. طبعا الله اكبر، الفراخ ردت الحمد لله. طبعا نشوف الديك الحمد لله بدأ ان هو يرد. الحمد لله ربنا ولك الحمد يا رب. الديك بدأ ان هو يرد ودي احلى حاجه. طبعا مش عارف الكتكوت ده ماله بقى، تعبان. اصبر دي فرخه ومرمطاني. تمام. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ربنا يا رب ييسر بقى على حاجتنا. طبعا احنا حاطين لهم اللمبه ال200 الكبيره، وحاطين لهم علاج في الميه. الحمد لله العلاج ده يا جماعه بدأ ان هو يجيب نتيجه مع فراخي. اللهم لك الحمد ولك الشكر. خلى الفراخ تبيض الحمد لله يعني. طبعا هتقولي لي طب فين الديوك يا جماعه؟ الديوك اهي، دي ديك ادي كده 2، التالت اهو يا جماعه، التالت في البتاع. طبعا انا حافظ كل ديك من ديوك انا جايبه من ازاي وامتى. تمام. طبعا الديك الاحمر ده اخد ديك بتاعي اللي هو القديم. تمام. ده الديك اللي جاي اخد ديك ده. تمام. ده مش الغريب يا جماعه، ده الديك بتاعنا القديم. تمام. الديك اللي هو الغريب او اللي انا برضو يعني الاتنين كلهم اصلا اسره واحده، كانوا هما مشاهدي كانت شاريهم مع بعض. تمام. فانا خدتهم منهم، بس هما المفروض هما كانوا يجوا معاهم جوز نوتي كمان. هما كانوا جايين 6 نوتي وديكين، فانا طبعا خدت اللهم صل على النبي 3 ديوك و6 نوتي. تمام. هو المفروض كان في انتاج تانية تاجي، بس الحمد لله. طبعا انتوا شايفين الفرخه دي من اعلى المستويات، الشوش بتاعتها من اعلى المستويات. طبعا اهي زي ما انتوا شايفين، الله اكبر يعني، حاجه من المستويات المحترمه. اللي عاوز يا جماعه من البدوات دي موجود منها، متوفر في الفيوم. اللي عاوز يرن عليا يكلمني موجود منها. طبعا اقف كده متقعدش كده على الاكل. تمام. اللي عاوز واد يا جماعه موجود، اجيب له الكميات اللي هو عاوزها.
اللي عايز اي طيور يا جماعه، في من الفراخ الحمرا دي ذبيح. طبعا الديك ده انا سايبه مع انه ابن كلب، والديك والله يا جماعه موته والله 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 بتاع حوالي 3 كيلو. حته ديك مع يعني اصغر منه موت فحل كبير. بس يلا قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله ان هي جت على قد كده، والحمد لله ان هي جت في الديك ما جتش في حاجه تانية. والله يا جماعه بحمد ربي اقسم بالله ان هي جت على قد كده، ما جتش في حاجه منهم. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب يا ارحم الراحمين. طبعا بقى العلف ده يا جماعه رخيص قوي. انا كنت جايب ال4 كيلو جزر ب10، تمام. او الوليه حطيت لي ال5 ب10، فرخيص جدا، تمام. ده انا ممكن اجيب له شكاره ما تعديش ال50-60 جنيه، ممكن اوكل منها شهر كامل، تمام. طبعا طبعا الفراخ دي المفروض اصلا ان انا اشمسها اليومين دول. هي طبعا عايزه تتشمس، ان شاء الله هنجهز لها مكان ان هي تطلع تتشمس فيه وندخلها فيه، تمام. طبعا بقى هوريكم بقى، عايز اعرض لكم بقى الفراخ، تمام. هي دي الفرخه اللي بتبيض لي، او اللي هي بتبيض، كانت بتبيض وقطعت بيض دلوقتي، تمام. هحبس دي والفرخه دي ان شاء الله مع الديك الاحمر ده لحد ما الديك التاني اللي هو الاحمر صافي فوق، تمام. شوفوا يا جماعه، شوفوا الشوش بتاعتهم، الله اكبر. يعني انتوا شايفين البطه يا جماعه بتوحوح هاي، هي عاوزه ترقد والله يا جماعه، عاوزه ترقد، ويا رب ترقد. لو رقدت والله هكمل لها بيض وارقدها، تمام. بس انا عندي الفراخ اللي هي الديك الاحمر ده يا جماعه ما عامل بياكلوا البيض من اللي هما بياكلوا البيض ما بيحافظوش. وعندي فرخه الوادي طبعا زي ما انتم شايفين دي، الله اكبر. طبعا الفراخ دي كلها يا جماعه تبدا اصلا ان هي تشتغل. ده انا اول ما اجيب لها ان شاء الله كده اما الجو يبدا ان هو يصيف، كل الفراخ دي هتشتغل على طول معايا ان شاء الله، يعني بدون مقاطعه. طبعا بقى نحط لهم علفه بياض وهنهتم بيهم وهنهتم بالبيض وكده لحد ما يبيضوا، وان شاء الله تكون البطايه رقدت نرقد بيضهم تحت البطايه ويرزقنا خيرهم يا رب. كده بقى اللي وصل معانا كده يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان يوصله كله جديد. احبائي في الله، اخواتي وحبايبي اقسم بالله. طبعا انا اوريكم برضو، الله اكبر. يعني هشوفها برضو، يا حلاوه يا حلاوه. الفراخ يا جماعه بدات ان هي تفتح على البيض خلاص، زي ما انتوا شايفين الشاش بتاعتها. زي ما انتوا شايفين طبعا البطايه اصلا لو حطيت ايدي عليها هتروح رقد على طول. بصوا بصوا رقدت، هو بس نزل لها الجناح ترقد على طول يا جماعه زي ما انتوا شايفين. اللي عايز اي حاجه من الفراخ دي يا جماعه يكلمني، تمام. رقمي على الصفحه. طبعا شايفين الديك، طبعا شايفين فرخه الوادي. زي ما انتوا شايفين كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.